نبارك لك في هذا النجاح يا أبو محمد، نجاح معرضك اليوم في بادئ الأسلو إن شاء الله للأحسن والأفضل. وهذا ما يدل إلا على نشاطك وعلى كمان جهودك الكبيرة اللي بتبذلها في رسم هذه اللوحات الجميلة. حبيبي يا أبو مراد، الله يجزيك الخير، شكرا لك. هذا أول يوم لك لعرض لوحاتك، أول يوم لعرض اللوحات تبعك في ألمانيا. أنا مسرور لأنه أدخلت السرور على قلوبهم. الله يعطيك العافية، إن شاء الله من نجاح لنجاح، واسمك نجاح ولا يدل إلا على نجاحك في هذا المجال وهذه المهنة. العافية. هل كل اللوحات موجودة الآن في معرضك الآن هون ولا لا؟ في كثير ما، لأن المكان ضيق. يعني الكثير من اللوحات لم تجد لها مكان في هذا المكان، إن شاء الله إنه يشوفوا لك مكان أكبر. هنا بالنسبة للوحات، الأحزاب السياسية في ألمانيا يعني كلها تتقاتل وتتنافس على البناء. على البناء، أي نعم، ما شاء الله. وهاي اللوحة هنا المجد في ألمانيا لا يمكن أحد يصل له إلا من خلال أن يكون إنسان قوي، أي نعم، كخيط الحرير، ويكون مرن يدخل من ثقب الإبرة حتى يصل إلى هدفه. ما شاء الله، حتى يدخل من ثقب الإبرة حتى يصل إلى مجال النجاح يعني، ما شاء الله. هنا إذا لم تكن ألمانيا الأولوية لك فأنت، أي نعم، إذا ما كنت ناجح في ألمانيا راح تفشل، ما شاء الله. هين ألمانيا بكل مخيمات اللجوء كانت هي اليد الأولى في المساعدة. أي نعم، ألمانيا كانت هي اليد الأولى لمساعدة اللاجئين. أي نعم، ما شاء الله. بالنسبة لألمانيا اللاجئين والألمان الأصليين هم سواء في القانون. الكل سواسية هنا، ما شاء الله. أيضا مساعدة ألمانيا للاجئين من خلال البحر يعني. أي نعم، هذه لما هذا أي نعم، مساعدة الناس لما يجوا عن طريق البحر وعن طريق البر، ما شاء الله، تعابيرك جيدة. هنا في ألمانيا هذه اللوحة، العلم أقوى من الرصاص. العلم أقوى من الرصاص في هذه اللوحة الجميلة. الله يعطيك العافية يا محمد. هنا بالنسبة لنا عش السلام بده قوة. أي نعم، عش السلام يريد القوة، والقوة هي رمز كل شيء. أي نعم، ما شاء الله، الله يعطيك العافية. هذا اللوحة الكبيرة الجميلة هذه، هذه اللوحة شكر من السوريين ومن الوافدين العرب إلى ألمانيا. وهذه شكر لأنه ألمانيا بوابة السلام لكل اللاجئين. أي نعم، فتحت بوابة السلام، والعلم عندها في ألمانيا رقم واحد. يا ما شاء الله، ما شاء الله يا محمد على رسمتك الجميلة. أيوة، فهاي اللوحة تعبر عن ضحايا الكيمياء اللي ضربهم بشار الأسد. أي نعم، هذه، أي نعم، ما شاء الله. أيوة يا محمد. وهذه اللوحة هاي تمثل شمس الحرية أو فجر الحرية. أي نعم، للسوريين ولكل المظلومين. هذا هذه الرمز الهوية البصرية للسوريين، كسرت قيود الظلم بعلم الثورة. هذا علم الثورة. هذه اللوحة خاصة بالثورة السورية والقيود الذي كانت طول الحكم الغاشم الذي طال الجمهورية العربية السورية. هاي تمثل خريطة سوريا. هاي تمثل خريطة سوريا. هذا بشار الأسد كان على كرسي من الدماء. أيضا هذا شهداء غازة السارين بسوريا، طائرات الأسد في الغوطة الشرقية. أي نعم، ما شاء الله. هذه أيضا الصورة بالنسبة للوحة تمثل الزلزال اللي طال السوريين في تركيا ومنهم بنات. أي نعم، هذه الصورة تمثل الزلزال الذي طال تركيا، وكانت من الضحايا طبعا بنتين لأخونا أبو محمد مع أولادهم توفوا الله يرحمهم في الزلزال الذي ضرب تركيا. وهي سوريا خلال الحرب صاروا ما بين المخيمات والقبور والمساجد والكنائس كلها تدمرت، فظلوا هم بالخيم عايشين ما بين القبور والخيم. أي نعم، هذه تدل على المعاناة التي عاناها الشعب السوري. يلا. فهذه اللوحة تدل على تماسك الشعب السوري والشعب الألماني، ينتج الأمل والعلم والعطاء للبلدين. أي نعم، للبلدين الشقيقين.
هذا آخر ما تبقى من بيتي في سوريا. هذا آخر ما تبقى من بيت أخونا نجاح أبو محمد في سوريا، ونفس يعني الملامح اللي موجودة في منطقة سكنه. وهي على هاي حمامة السلام، هاي حمامة السلام ما بين الشعب السوري والشعب الألماني، ما بين الشعب السوري والشعب الألماني. الله يعطيك العافية أبو محمد. هاي كمان اللوحة تدل على إنقاذ